السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. دلوقتي احنا قدام فيلا الدكتورة نوال الدجوي. طبعا انتشر في الفترة الأخيرة، يعني اليومين اللي فاتوا دول، سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي. طبعا اللي ما يعرفش الدكتورة نوال الدجوي، الدكتورة نوال دي هي رئيسة أمناء جامعة أكتوبر. طبعا هي دكتورة معروفة جدا هناك، وإنسانة محترمة جدا، وبصراحة ما عليهاش أي غبار في أي حاجة. طبعا هي معاها كانت مخلفة ولد وبنت، شريف ومنى. شريف طبعا كان متجوز ومخلف معاه 3 أبناء، ومنى معاها بنتين. طبعا أولادها الله يرحمهم توفوا، فطبعا كانت متعايشة مع البنتين اللي هم أولاد بنتها منى. وطبعا بحكم ان هي متعايشة معاهم، كانت عايشة في الزمالك، فما كانتش بتتردد كتير قوي على الفيلا اللي موجودة في 6 أكتوبر. وطبعا كلنا عارفين الأماكن دي بتبقى بعيدة شوية، وهي نظرا برضو ان هي برضو كبيرة مش صغيرة في السن، فكان ما بتروحش، وبرضو عشان شغلها في الجامعة فما كانتش بتروح هناك كتير قوي. الفيلا كانت قافلة الفيلا دي من وقت للتاني، احفادها بيروحوا او هي ساعات بتروح، فما كانتش مترددة على هناك قوي. طبعا في يوم احتاجت ان هي تروح تجيب ورقة من هناك في الفيلا، لان طبعا الفيلا دي زي ما تقولوا كده بتحط فيها الحاجات اللي خاصة بيها قوي، الحاجات اللي هي يعني مش بتبقى سهل ان هي تغامر بيها او تحطها في اماكن تانية. فراحت كانت حاطة فيها اوراق وحاجات بقى مهمة تبعها، فكانت محتاجة ورقة مهمة تبع الجامعة، وفي اليوم ده راحت. لما راحت طبعا دخلت عادي جدا، ما كانش فيه اي مشكله، حتى الباب بتاع الفيلا كان محطوط، ما فيش اي مشكله فيه. شويه شويه دخلت لجوه، لقيت باب اوضه مكسور، فاستغربت يعني هو ايه ده، ازاي باب الاوضه دي مكسوره؟ يعني على الاقل اللي هيكسر الباب اللي يكسر الباب ده هيكسر الابواب التانية على الاقل اللي بره، بس دخلت لقيت الباب ده مكسور. طبعا الاوضه دي كان فيها 3 خزن. 3 خزن دول كان كل خزنة وليها باسورد خاص بيها، فهي طلعت الباسورد طبعا من الموبايل بتاعها عشان تتأكد هو ايه اللي حصل. طب هل حاجة اتاخدت من الخزن بتاعتها دي؟ لقيت ان الخزن دي اصلا متغير لها باسورد، يعني اللي دخل اخد حاجة من الخزن، وكان عارف الباسوردات بتاعت اصلا الخزن دي، وبعد كده سرق اللي سرقوا منها واخد الحاجات اللي فيها، وبعد كده غير الباسورد بتاعه. فطبعا هي اتصدمت جدا من اللي حصل. طبيعي ده اصلا، يعني لما تحقق في الموضوع لقيوا ان في الخزنة الاولى، وعلى ما يقال ان الخزنة الاولى دي كان فيها 50 مليون دولار، والخزنة لا كان فيها 50 مليون جنيه، والخزنة التانية فيها 15 كيلو ذهب، وطبعا بالاضافة لشوية المظات برضو على ساعات قيمة براندات جدا. والخزنة التالتة كان فيها 350 ألف جنيه مصري، و50 ألف استرليني. فطبعا يعني كلها أرقام برضو خيالية. يعني احنا متعودين عامة كأي حد، وخاصة المصريين، أي حد بيبقى معاه فلوس لو 100,000 حتى بياخدها يحطها في البنك، مفيش حد متعود ان هو يحط أرقام حتى ولو بسيطة في البيت. فما بالكوا هي برضو حتى أرقام زي دي خيالية، ذهب وألماس واسترليني ومصري ودولار، كل دي أرقام خيالية ان هي تتحط في فيلا ويتقفل عليها. فطبعا هي كمان أصلا ما بتروحش المكان ده، يعني هي مش بتروح كتير بحكم شغلها، بحكم ان هي قاعدة مع احفادها، فما فيش وقت ان هي تروح الفيلا دي. طبعا هي اتصدمت. اول حاجة هتعملها لازم هتبلغ الشرطة. طبعا الشرطة راحت وعينت المكان، بدأت تحقق، بدأت بعد كده تفرغ الكاميرات، بدأت تشوف مين اللي دخل ومين اللي خرج.
طبعا بحكم ان يعني الدكتورة نوال انسانة مشهورة، وان هي اصلا يعني بطبعها برضو هي معاها فلوس من صغرها، يعني وهي عندها سن 21 سنة كان عندها مدرسة أجنبية، كانت هي اللي فتحها وهي اللي بتديرها. فكان متداول أكيد معاها الأرقام دي، برضو متداول معاها إن يبقى معاها فلوس كتيرة، متداول معاها الكلام ده كله. فالاستغراب ما كانش كتير قوي، بس هي تعتبر يعني السرقة اللي حصلت دي صنفت أكبر سرقة في العصر الحديث. انتوا متخيلين في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، دي كده صنفت من ضمن السرقات اللي هي أكبر سرقة بالأرقام الخيالية اللي احنا سمعناها دي. فطبعا الموضوع مش سهل، أرقام كلها فعلا خيالية، وهي كان الله في عونها بصراحة إن حد يتاخد منه مبلغ زي ده وحاجات كتيرة، يعني يتاخد فلوس واسترليني وجميع أنواع العملات وجميع أنواع يعني المتعة فدي في حد ذاتها صعبة. طبعا الشرطة بدأت أول حاجة تبلغ فيها هي الانتربول الدولي، لأن طبيعي أي حد هياخد الحاجات دي هيفكر يطلع بيها بره البلد. فهي أول حاجة بدأت توقف الحاجة دي، وبدأت تشوف مين اللي خارج بالحاجات اللي ممكن يكون خرج بحاجات زي كده. وطبعا الشرطة بتشوف شغلها على أجمل وجه أكيد. طبعا الموضوع اللي حصل ده أكيد حاجة مش سهلة، وهي بصراحة الدكتورة نوال كان الله في عونها، يعني حتى في الجامعة كلهم بيتكلموا عنها إن بيقولوا عليها ماما نوال، لأن هي إنسانة قد إيه طيبة وكويسة ومحترمة. فبرضو هي بس الموضوع إنه بدأ يتداول على السوشيال ميديا، وبدأ يتداول ما بين الناس ان الدكتورة نوال ممكن تكون السرقة دي حصلت من نظام عائلي، يعني من الاخر كانت في مشاكل عائلية، كان هي اصلا عندها احفادها يعني في مشاكل ما بينهم على الورث، لان البنتين كان ليهم ورث اللي هم ولاد بنت الدكتورة نوال اللي هي اسمها منى، فكان طلع لهم هم ورث من جدتهم، وكمان بعد كده التلات ابناء التانيين عيال ابنها الشريف الله يرحمه بقى، هو المفروض توفى في 2017. فطبعا اولاده كانوا على طول يعني بيقوموا ببلاغات ضد الدكتورة نوال، واخرهم كانت حتى بنتها حفيدتها اللي هي بنت منى كانت كاتبه على الاكونت بتاعها ان يعني جدتها الدكتورة نوال على قدر كافي من الصحة، وان هي في كامل قوها العقلية، وهي النهاردة في حفلة التخرج. الكلام ده حصل يوم 15 مايو اللي فات اللي هو يوم الخميس. فطبعا بتحاول ان هي تنزل الصورة دي علشان توضح او تكون ضد البلاغات اللي بتتقدم ضد الدكتورة نوال ان هي مش في كامل قوها العقلية. فهي حاولت تنزل البوست ده عشان تبين فيه برضو ان الدكتورة نوال في كامل قواها العقلية، وان هي قدر كافي جدا من العقل والصحة. فده كان كل اللي حصل. علشان كده معظم الناس وعلى السوشيال ميديا بيقولوا ان دي اكيد سرقة عائلية، وطبعا الله اعلم، يعني الله اعلم. وهو برضو اللي دخل بالعقل كده ان في مثلا حاجات اتاخدت من بباسورد يعني، ومن غير اي يعني خدش فيها، يعني الخزن زي ما هي، بل بالعكس دخل وفتح واخد بالباسورد اللي ما كان موجود، وكمان غير له باسورد. فده معناها ان في حاجة مش طبيعية. فبرضو الله اعلم، اكيد ربنا هو اللي يعلم كل حاجة. بس برضو اللي الكل بيستغرب له وللناس كتيرة جدا، وياريت انتوا برضو تقولوا في التعليقات هو ليه حصل كده. اولا مهما كان يا جماعة لو في مشاكل عائلية ما ينفعش اي حد يدخل بالشكل ده على حاجة حد، ما ينفعش حد يسرق بالشكل ده. في قانون، لو انتوا مثلا لو هي فعلا مشاكل عائلية في قانون لحاجة زي كده، بس ما يوصلش الامور ان هي تتاخد بالشكل ده. ده بالنسبة لو هي مشاكل عائلية واتخذت بالسرقة بالشكل ده، فده اكيد ما يصحش، واكيد ده في الاول وفي الاخر الشخص اللي عمل كده لابد اكيد من معاقبته.
واكيد هيتعرف لان مفيش جريمه كامله والله. فالانسان قبل ما يعمل حاجه زي كده يفكر في ربنا، يعني مهما كان. اوكي انا معاكم ان مثلا مبالغ كبيره جدا، المبالغ فعلا كبيره، فاللي هو سرق ده ما فكرش في اي حاجه تانية. بس برضو ارجع اقول ان مفيش حاجه والله يا جماعه مهما كانت كنوز الدنيا كلها، مهما كانت كنوز الدنيا ما تساويش لحظه غضب من ربنا علينا، ما تسويش لحظة غضب ان حد يفكر يسرق بالشكل ده، ان دي حاجة كويسة، او ان انت هتاخد الفلوس دي او الحاجة دي هتتهنى بيها في حياتك. استحالة هتتهنى بيها في حياتك. ففي الاول وفي الاخر هي يعني الموضوع السرقة نفسه في حد ذاته اكيد حاجة مش كويسة خالص. والحاجة التانية الغريبة يعني بصراحة ان ازاي الكاميرات يعني ازاي الكاميرات مش موضحة كل حاجة، بس في كاميرات برضو قدرنا نحصل عليها من خلالها بتبين في ناس داخلة بشنط، في ناس طالعة بشنط من المكان. فالله اعلم برضو الحق فين والباطل فين. فبرضو كل ده لسه النيابة بتستكشفه، وان شاء الله هيوصلوا اللي اخد الحاجة دي. وبرضو ربنا ما بيسيبش حق حد. وفي الاول وفي الاخر المفروض ان اي حد بيشيل اي فلوس او اي حاجة قيمة بالنسبة له وبيحبها وبيعزها وبيخاف عليها ما يروحش يحطها في مكان ويمشي. مش هروح احطها في شقة واقفل عليها وامشي، ولا في فيلا واقفل عليها وامشي. ما ينفعش. في دلوقتي بنوك ممكن الناس تروح تشيل فيها حاجتها، يعني دي على الاقل دي اكثر امانا. هو بس القصة في موضوع البنوك، ويمكن برضو الله أعلم الدكتورة نوال ما حبتش تحط نفسها في حاجة زي كده، إنه لما مثلا حد بيعوز يروح يسحب فلوس ما بيردوش يسحبوا الفلوس اللي هو عايزها كلها. يعني مثلا أنت لو رايح مثلا تسحب 10 مليون مثلا النهاردة، يقولك لأ أنت لازم مسموح لك تاخد النهاردة 500,000. فهي بتبقى ممكن يكون في ناس برضو تقول لا انا مش حابة ان انا احط فلوسي في البنك، لاني لما عاوز اخد الفلوس دي مثلا في وقت معين لازم هاخدها على مراحل من البنك، وكل يوم لازم اروح واجي على البنك عشان اخد منهم الفلوس دي. فبرضو ده تفكير من ضمن التفكير اللي ممكن يكون جا في دماغها، الله اعلم. فيعني كان الله في عونها برضو. وارجع اقول ربنا ان شاء الله اكيد هيظهر الحق، وبرضو الشرطة بتمارس اكيد شغلها بكل دقة وبكل اتقان. فكل ده ان شاء الله ربنا هيظهره، ويا رب ربنا يظهر بجد مين الجاني ومين المجني عليه. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.